يا ترى انت شفت كام انمي السنه اللي فاتت؟ قعدت انا كده قاعده جميله وجبت ورقه وقلم وشفت انا عايزه اشوف او شفت كام انمي السنه اللي فاتت، فقلت يلا مع بعض نشوف انا شفت كام انمي ونديهم 10 من 10. وانمي واحد بس يا عزيزي هو اللي خد 10 من 10. توقع مين؟ بانكاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي دينا، بقدم محتوى انمي. لاول مره تشوفني كمل الفيديو للاخر. لو عجبك يا ريت تشترك في القناه وتعمل سبسكرايب، وكمان لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك. طبعا انا اول ما قلت فيه انا بياخد 10 من 10 انت عرفت هو الانمي ده، بس استنى بس عشان في تريكه في الاخر. استنى. طبعا انا مش فاكره الكلام ده شفته امتى، يعني الحمد لله ان انا فاكره شفت الانميات دي. فتعالوا نقيم ونشوف الانميات دي انا اديتها كام من 10. واحد من المفاجآت اللي انا متوقعتش خالص ان انا اتفرج عليها في 2024 هو انمي من الانميات القديمه اللي سبيستون عملت له اعاده صياغه، فالقصه كانت مختلفه تماما. فاكتشفت ان القصه دي مش زي القصه دي، فقلت اتفرج على ياباني انا واختي لما عرفت القصه الحقيقيه وعرفت ان دي مش اختها دي بنتها، وان سبيستون كانت عامله كده طبعا عشان احنا في طفولتنا لا يسمح لينا ان احنا نفكر بالطريقه دي او كده، فجاني هفني الشوق. قلت بقى انا عايزه اتفرج على القصه الاساسيه، تقريبا حاجه و50 حلقه، من اكتر الانميات اللي انا استمتعت بيها. لطيف جدا، هو صحيح مفيش اثاره وغموض بس هو عسول جدا. تقدر ان انت دايما يبقى عندك انمي ترجع تتفرج على حلقه، يعني بص حتى لو انت مش مركز تعبان سيبه يور جنبك هتلاقيك مستمتع جدا. الاحداث لطيفه مختلفه تماما عن سبيستون، وكمان ما فيهوش اي مشاهد. يعني انا فوجئت ان هو مونتاج قديم، فاي لقطه بتظهر مش حلوه بيحط لك عليها خط كده، بيعملها لك بلوك كده. فانا كنت مبسوطه جدا، ويا رب المونتاج ده يرجع لنا تاني. هو صحيح لغايه دلوقتي ما خلصتش الانمي بس اكيد انا عارفه القصه، يعني عارفه النهايه، يعني شفتها قبل كده. فيعني كنت بتفرج بس عشان اشوف القصه من المنظور الياباني. فانا بجد برشحه جدا جدا لو عايز تتفرج عليه، هو مسلي وحلو. اديله 6 من 10. الانمي اللي بعد كده هو دايمون سلاير. الجزء ده من الاجزاء اللي واجهت شويه انتقادات نتيجه ان هو كان مجرد تدريب لتانجيرو، ولكن انا استمتعت بيه جدا. كان فيه كميه مشاعر رهيبه وحلوه، انا كنت مبسوطه بيه قوي. قدرنا ان احنا نتعرف شويه على الهشيره، لان انا دايما مش بيركزوا على الماضي بتاعهم، فجاب لنا بقى الهشيره والماضي بتاعهم وازاي بيتعاملوا مع تانجيرو، ومين اكتر هشيره بيحب تانجيرو والعكس صحيح، لغايه لما جت القفله العظيمه. الحلقة الأخيرة من ديمون سلاير حاجة تخليك فخور إن أنت بتتفرج على أنمي. أي مسلسل أي فيلم أنت تقدر تقارن بيه وتحط يا جماعة شايفين الحلقة دي فعلا حلقة مستوى إنتاج وإخراج ورسم وكل حاجة رهيبة، ده غير طبعا الحماس اللي موجود فيها. فبجد انا استمتعت جدا جدا بديمون سلاير، والحلقه طبعا يعني بغض النظر ان احنا هنتنيل نستنى 2025 و2026 و2027 عقبال ما نخلص الانمي، ولكن بجد انا كان احلى الحاجات اللي انا شفتها تقريبا في السنه 2024. فعشان كده ديمون سلاير انا هديله 8 من 10. الانمي اللي بعد كده بليتش. تن تن تن. طبعا اكيد هتقولي ايه دينا، هتقول ما فيهوش غلطه، دينا هتقول ده اجمد انمي في الموسم. هو اجمد انمي في الموسم كده كده، لكن هنتكلم شويه بمنطقيه. السيزون ده مش اكتر السيزونات اللي انا حسيت ان انا بتفرج فيها على بليتش. انا مفتقده ناس كتيره جدا، خصوصا انا عايزه اقول لك مثلا ان اتشيجو ظهر تقريبا 3 مرات في السيزون. انا ما شفتش اتشيجو خالص، ولكن كان السيزون فيه حلقات حلوه جدا. من اكتر الحلقات اللي عجبتني الحلقه بتاعه التاريخ بتاع باز والهاشفيلتو ده ولا اسمه ايه، حبيتها قوي. طبعا البانكاي حبيبتنا الحبيب الجميل اللي انا كنت مستنياه. الفايت ما بين رينجي وايشدا كان تحفه، كان مفاجئ بالنسبه لي. انا كنت قاعده كل اللي انا بعمله بتريق على رينجي، اللي هو يلا بقى ايه ايزا بيمارو مش عارفه ايه، بس طلع متطور جدا ورينجي صراحه كسفني. فبجد بليتش كان فيه حاجه في البازل ناقصه، ولكن بيعوضها الرسم الخرافي. يعني تقريبا ما فيش حد قدر يقف راس براس لديمون سلاير غير بليتش. مستنيين طبعا اخر جزء الكور الرابع، هيبقى نار وكل اللي احنا بنحبهم هيظهروا فيه، فان شاء الله يعني هيبقى جامد جدا. ربنا يدينا العمر يعني ونشوفه. فعشان كده هدي بليتش 8 من 10. اتكبست انت قوي، اتكبست انت. كنت فاكره هو اللي هياخد ال10 من 10 صح؟ الانمي اللي بعد كده انمي محدش كان سامع عنه ولا تهيص له ولا اتقال اي حاجه، فجاه لقيناه من افضل الانميات في السيزون. كايجو نمبر 8. والله ولا بيا ولا عليا، انا بفتح انمي سلاير لقيت انمي جديد اسمه كايجو نمبر 8 نازل، قلت اما اتفرج، كنت قاعده فراغ يعني. انبهرت بالحلقه الاولى. القصه اوكي ما كانتش اجمد حاجه، ولكن الحماس والكلام ده كله لا، في حاجه غريبه بتحصل في الانمي ده هتخليه مميز. الاوبننج تحفه، الاندنج تحفه، الموسيقى اللي جوه تحفه، القتالات حلوه جدا. ده غير الشخصيه الرئيسيه اللي هي كافكا، من اكتر الحاجات اللي شدتني خصوصا انا كدينا للانمي، لان كافكا ده يعني حد كبير، شاب بقى كبر في السن شويه وعايز يرجع يحقق احلامه بتاعت زمان.
فانا يس ايوه حاسه بيك. فاللي هو دايما بحس بوجع الركب اللي عنده، وجع الظهر وبتاع، فدايما كافكا كان بالنسبه لي واحد من الناس اللي انا متعلقه بيه عاطفيا جدا. القفله كانت كل مره بيحصل نرفزه شديده جدا، لكن كل قفله في كايجو نمبر 8 كانت انا هستنى اسبوع تاني ازاي، حرام عليك. ولكن طبعا هو بالنسبه لي الانمي الذي حصل على 10 من 10. ما تقوليش ليه، اصل ده فعلا انمي لا حد طبل له ولا بقى ده المانجا تحفه، شوفوا محدش فعلا، هو جه من تحت لغايه لما اتى القمه، فعشان كده انا بحترمه جدا. الجزء الجديد ان شاء الله هيكون في شهر 7 السنه دي. الانمي اللي بعد كده ماشل. ده ابني، ده فلذة كبد، ده باموت فيه. انا لما ماشل بيتعلن كده ان هو شغال الشهر ده، انا مودي بيبقى في حته تانية. واحد من الانميات اللي قادره تضحكك. البطل ماش يا جماعه بيعملوا مواقف كوميديه قسما بالله انا مش مصدقه الجمال، بضحك بجد حرفيا. من الانميات اللي مش واخده حقها. ولكن الجزء الثاني اتشهر جدا نتيجه ان الاوبننج بتاعته طلعت ترند في العالم كله. لكن انا واحده انا بشوفه من سيزون 1 وبطبله من سيزون 1. بنصح بيه جدا، ما فيهوش اي نوع من انواع اللقطات. عايز تضحك، هو شويه هاري بوتر على بلاك كلوفر، حلو جدا، بنصح بيه، اديله 8 من 10. الانمي اللي بعد كده بلو لوك. واحد من الانميات برضو اللي قريبه جدا من قلبي، الانميات الرياضيه المفضله بالنسبه لي. انا بحب الكوره، فاي انمي بيبقى فيه كوره انا هبقى مبسوطه. السيزون ده حصل مشاكل في بلو لوك، القصه، الحماس 10 من 10، كل حاجه 10 من 10. ولكن حصل مشكلة في التحريك وبعض اللقطات السي جي اي المضرة للعين. يعني انت عارف والله العظيم انت لو قصيتها ما كنتش هاخد بالي، وانت حاططها عشان تغيظني، يعني انت مضايقني، انت عايز تنرفزني. في بعض الحلقات كانت حماسية جدا، هدف ناجي بالنسبة لي، انا قمت سقفت كأني بتفرج على ماتش كورة حقيقي. طبعا الحلقة الأخيرة قلبت كل التوقعات، من بعض الناس كانوا عمالين تريقة وعمالين يسفوا عليه ومش عارفة ايه. بعد الحلقة الأخيرة كل الناس اتجهت ان ده من أفضل الأنميات اللي موجودة في الموسم. القفلة كانت حلوة جدا على عكس بليتش. انا ما قلتش الكلام ده، يعني بليتش القفله بتاعت السيزون زي الزفت. انا مش قادره اتكلم، يعني مش عايزه اتكلم عشان نفسي، انا اسمي دينا بليتش، بس قفل السيزون بليتش زي الزفت، فده اللي مخلاه ما خدش ال10 من 10. ولكن بلو لوك اللي رفعوا قفله السيزون، ظهور شخصيات، عوده شخصيات، فبجد كانت حلوه جدا. فانا هدي بلو لوك 7 من 10. ده عشان التحريك، لكن والله العظيم القصه كانت يعني الحماس كان تحفه. الانمي اللي بعد كده المحقق رون. واحد من الانميات الشبيهه كونان. يا جماعه اللي بيحب كونان يتفرج على رون. عايزه اقول لك بالله والله العظيم تلاقي برضو المجرمين 3 بقى، كل حاجه عارف الحلقات اللي احنا بنبقى قاعدين على ترابيزه كلها وفي حد عمال يتقتل في كونان هتلاقيها في رون. بس الفكره ان هنا القصه شويه، البطل بتاعنا مختلف شويه، في قصه بقى تبع مورياتي وتبع تشارلوك هولمز والكلام ده. فالقصه حلوه، انا بحب رون جدا وبحب الجزء الثاني بجد بهرني، لان عاده الجزء الثاني في اي حاجه بينزل، ولكن ده كان ثابت وبجد تفوق على الجزء الاول بالنسبه لي، مفيهوش اي من اللقطات الوحشه. انصح بيه جدا جدا. انا هدي المحقق رون 8 من 10. انمي من الانميات اللي انا عمري ما كنت اتفرج عليها، ترشيح ايمان صاحبتي، جت قالت لي في بنت شبهك في انمي اسمها رومانتك كيلر. البنت دي ما بتعملش حاجه في حياتها غير ان بتلعب فيديو جيمز وبتاكل شوكولاته وبتحب القطط بتاعتها. انا لا بحب الشوكولاته ولا بلعب فيديو جيمز كتير، ولكن قلت اما اشوف مين البنت اللي شبهي دي بقى. هي بنت عباره عن هي رافضه الرومانسيه، كل حياتها العاب وشوكولاته والقطه بتاعتها. هيحطوها في موقف ان هي تتعرض بقى لمواقف رومانسيه وبتاع، مش ملزق بصراحه، بهرني جدا. انا كنت خايفه من التلزيق، مفيش اي تلزيق، مفيش لقطات، يعني يعتبر انا ممكن ارشحه. هو صحيح مش خلصان كالعاده، ولكن يعتبر النهايه شويه حلوه. فانا رومانتك كيلر هديله 7 من 10. برضو من برضو الحاجات اللي انا عمري ما اتوقع ان انا اتفرج عليها، انمي رومانسي اسمه 7 لوب، مش عارفه ايه ده، 4 سطور، اسمه 4 سطور. بس برضو كان من الناس الكتير قوي رشحوهولي لما عملت فيديو يا جماعه ايه اكتر الانميات الاندر ريتد او الناس مش مديها حقها. كميه كومنتات كتيره قوي جت عليه، فانا قمت شفته انبهرت. انا عاده ما اقدرش ان انا اتفرج على اكتر من 3 4 حلقات في اليوم، ده بقى قسمته على 2، يا 6 و6 وخلصته. حلو قوي برضه، مفيش امل، مش عارفه، حاسه ان هو مش هيرجع تاني، اللي هو الانمي اللي ب 13 حلقه بيترمي وبتسيبه. ولكن كان حلو قوي، البنت قويه، الولد برضه كان بيحبها حب لطيف كده. يعني هو ممكن يكون في لقطتين 3 بس هو حلو، ما فيهوش حاجه، يعني ممكن تتفرج عليه. 7 لوب هديله 7 من 10. الانمي اللي بعد كده بوكو نو هيرو. حبيبي وقلبي وروحي وبحبه، لو مش عاجبك ولو بتقول عليه وحش ولو بتقول بقى باظ والنهايه باظت وكل انا بحبه، انا مالكش دعوه بقى عشان انا بحبه. السيزون ده كان غريب شويه بالنسبه لي، الفايت بتاع شيجاراكي وعقبال ما وصل لميدوريا كان ملل. كان في فايتات عجيبه، كان في حاجات عجيبه، ولكن كان في حاجات حلوه. دابي
دابي كان إضافة كبيرة في السيزون ده، ومن الشخصيات اللي أنا أحبها. أنا ما كنتش باحبه زمان بصراحة، كنت شايفاه متكبر، ولكن لمّا عرفت الماضي بتاعه والكلام ده لأ، دابي من أهم الإضافات، والfight بتاعه مع تودوروكي كان ممكن يبقى أفضل من كده، بس أنا عجبني جدًا، من أكتر الحاجات اللي عجبتني جدًا في السيزون. فأنا بوكو نو هيرو هادّي له 7/10. واحد برضه من الأنميات ترشيح الأستاذة إيمان اسمه كونو أوتو توماري، هو تقريبًا أنمي موسيقي بيتكلم عن آلة يابانية وترية. أنا باعشق الموسيقى يا شباب، في آلات كده بتخطف ودني، الآلة دي خطفت ودني جدًا. plus إن كان علاقة الصداقة حلوة بينهم، وكان في مواقف مضحكة، جميل جدًا، لطيف أوي، مؤثر وفيه مشاعر. طبعًا واقف هو واقف والمانجا بتاعته واقفة، ويعني حالنا كلنا واقف، بس مش مشكلة. الأنمي ما فيهوش لقطات ما عدا الجزء التاني فيه لقطة ينابيع زفت ساخنة على دماغهم، فممكن تبقى تخلّي بالك في السيزون التاني يعني. الأنمي ده إن شاء الله هادّي له 7/10 برضه. الأنمي اللي بعد كده ويند بريكر، من الأنميات اللي أول ما نزلت عملت ضجة، يا جماعة الحقوا ده شبه طوكيو ريفنجرز، لا يا جماعة ده تفوق على طوكيو ريفنجرز. فطبعا أنا طوكيو ريفنجرز من الأنميات الخاصة بيا جدا بقى، ده يعني اللي هيتكلم عليه هيواجهني أنا. فأنا ما لقيتش إن هو شبه طوكيو ريفنجرز. أوكي عصابات وضرب وتقطيع وكده، ولكن القصة مختلفة تماما. استمتعت بيه جدا بصراحة. الشخصية الرئيسية ساكورا شدتني، إن هو كان عايز جاي ضرب بس، وبعدين هيحاولوا يعرفوه بقى يتعامل مع الناس إزاي. شخصيات بجد في الأنمي حلوة، وميميا الواد أبو حلق، ساكورا الواد ده المفروض ده خطيبي، بس أنا مش فاكرة اسمه. يا لهوي، مش فاكرة اسم الواد ده. مش مهم. الأنمي بدأ في الأول كده نار، فايتات نار مش عارفة إيه، وبعدين نزلنا في نزول حصل جامد جدًا في الآخر 6 حلقات. فده اللي خلّاني إن أنا أوكي، أنا مستنية أشوف أنت هتعمل إيه السيزون الجاي، ولكن هادّيك 6/10. هادّيك 6/10 من لغاية لمّا نشوف السيزون الجاي. أنا يعني مرتعبة من السيزون الجاي لظهور شخصيةٍ ما شكلها مقرفة وهتقرفني معاها، يعني مش عارفة أشوفه والّا لأ، بس هنشوف الكلام على إيه. الأنمي اللي بعد كده Solo Leveling، واحد من الأنميات اللي طبعًا كان عليها هيصة وزنبليطة قبل ما تنزل ب3، 4، 5، 6 شهور، ويا جماعة استنوا ده هيقلب الإنترنت وهيقلب كل حاجة على دماغكم، ولكن ما قلبش أي حاجة على دماغي. عشان أنت قاري المنهوة ففرحان وفاهم ومش أنا مش فاهمة حاجة يا اسطى، ومش شايفة غير سون. يعني طول السيزون الأولاني أنا مش شايفة غير سون عمّال يتدرب، والّا سونج، اسمه سونج، وعمّال يتدرب وعمّال يطلع. طب يعني إيه؟ ما تودّيني شخصيات تانية. فأنا طبعًا شُفت الحلقة الأولانية بتاعة السيزون الجديد، بصراحة الحلقة كانت حلوة، رغم إني ما كنتش فاكرة حاجة خالص. الحمد لله لقيت إيجي منزّل ملخص السيزون الأولاني في 10 دقايق، اتفرّجت الحمد لله فهمت شوية. هو يعني كان بالنسبة لي هو سون عمّال يحلو، هو بجد عمّال يحلو، قصّة شعر ليفاي، ويعني ليلة كبيرة سعادتك. فأنا بالنسبة لي السيزون الأولاني من Solo Leveling كان مخيّب لآمالي، فأنا هادّي له 6/10، ومنتظرة مش هاحكم غير لمّا نشوف بقى السيزون الجاي بقى اللي أنتم عمّالين تقولوا ده دمار بقى، هنشوف هيبقى عامل إزاي. أنمي تاني برضه ما كانش في الحسبان وشُفته، هو يعتبر رومانسي لايت رياضي مش عارفة إيه، لكن هو لغاية دلوقتي مستمر، فأنا مش هاعرف أقيّمه. Blue Box سعيدة بيه جدًا، هو كان أنمي حلو أوي، بدأ بداية قوية جدًا، وبعدين الريتم نزل شوية، وبعدين دلوقتي حارق دمي. لو أنت متابعني على التيك توك روح شوف الفيديو اللي فيه على التيك توك، برضه كنت باتخانق مع حد كده، مع حسني، على الموضوع ده. هي منرفزاني دلوقتي، فأنا مش هاقدر أقيّمه، بس هو برضه في range هيبقى في 7، في 6 كده يعني. أنا مش من محبّي أفلام الأنمي بصراحة، يعني ما عمري ما اتفرّجت على فيلم كده اللي هو عاملينه من غير يكون ليه علاقة بأي أنمي. بس أنا شُفت فيلمين السنة دي في 2024 يعني. شُفت هايكيو في السينما، ودي كانت أول تجربة ليّا إن أنا أتفرّج على أنمي في السينما، كانت تجربة لذيذة جدًا، اتبسطت جدًا، أدّيها 10/10، ولكن الفيلم أدّي له 6/10، لإن أنا يعني الأحداث كانت ما فيش أحداث. مش الhype بتاع هايكيو بتاع كل مرّة إن أنت قاعد على أعصابك مين هيكسب، لأ خلّصوا لنا الماتش، اللي هو يا جماعة هو إحنا هنقوم ده break والّا إحنا في الأنمي شغال والّا إيه؟ فما كانش أحسن حاجة الهايكيو بصراحة. وبرضه من الأفلام اللي أنا شُفتها الفيلم الأخير لكونان، ده كنت بقى كونان، أنت عارف أفلام كونان، وكونان بالنسبة لي يعني هو إيه، هنجيب الشيبسيات والبطاطسيات والمشروبات ونقعد ونتفرّج على كونان، ده كونان يا بيه. ولكن الفيلم ده كان مخيب لآمالي جدًا. هُم عشان يحلبوا كونان بأي طريقة بيخلّوك يرسم أي حد يرسم، فأنا شايفة الشخصيات مرسومة بطريقة عجيبة، في غلط في رسم الشخصيات. الفيلم كان related أوي للتاريخ الياباني، وعمالين يتكلموا على حاجات أنا مش فاهماها يا اسطى، فأنت يا تفهّمني يا ما تكلمنيش. تقريبًا ما طلعناش بمعلومة مهمة في الفيلم ده غير إن كونان وكايتو كيد قرايب، كانت متوقعة أصلًا، يعني هي كانت متوقعة، بس خلاص قالوها رسمي إن هُم قرايب. ولكن أنا لم أستمتع بالفيلم بصراحة، كان في لقطات شوية حلوة فيه، وفي لقطات كانت ملل لإني كنت هانام. فللأسف يا كونان هادّيك 5/10 المرة دي. طبعًا أنت شُفت رصة الأرقام دي، ده من رأيي الشخصي.
هتاخده وترميه في الزباله انت حر، لكن ده رايي انا بالنسبه لي مهم، انت بالنسبه لك مش مهم. شوف انت عايز اكتب في الكومنتات كده انت شفت ايه واديها رقم كام، انت حر وانا حره واحنا كلنا حرين. فعلا انت لو مكمل معانا لغايه دلوقتي اشكرك شكرا جزيلا. كده الفيديو بتاعنا خلص، واسالك سؤال واحد: هل عملت سبسكرايب؟ هل عملت لايك؟ لو عملتهم شكرا جزيلا، لو ما عملتهمش يا ريت تعملهم لو سمحت من فضلك يعني. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي.